السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة معانا بقى مشروب من المشروبات الرمضانية الحلو قوي الجميل قوي، هو الليمون بالنعناع. بس هنعمل شراب النعناع على ايدينا في البيت بطريقة حلوة جدا وموفرة والطعم رائع. طبعا مفيش احلى من الليمون بالنعناع كده مع مكعبات التلج. بس انا طبعا مش حاطه فيه مكعبات تلج بس علشان اولادي في دور برد وكده في البيت يعني. والمفروض نحط 7 بس ما كانش عندي 7 فعملناه بعصير ليمون. هنيجي نشوف بقى شراب النعناع هنعمله ازاي. عندي شراب من بتاع الحلويات، شربات الحلويات العادي خالص. انا كنت عامله كميه عندي بس شربات تقيل شويه وسط، مش خفيف يعني. كان عندي كميه عاملاها قبل في اول رمضان، فخدت منها 4 كوبايات. ال4 كوبايات او حوالي 3 ونص كده، حطيت عليهم حزمتين نعناع مغسول ومتقطف ومغسول ومتجفف بس، والشربات سخن، هو لسه سخن مغلي. حطيت النعناع غطيت عليه 24 ساعة. بصوا شوفوا اللون والكمية اللي هتطلع هتلاقوا قليلة جدا. الشربات أخد كل طعم النعناع، يعني الريحة بتاعته ما شاء الله كانت فظيعة. هنصفيه بقى بمصفى سلك ضيقة أو بشاشة لو عندكم. هي المصفى ضيقة ما بتنزلش أي حاجة. شوفوا اللي طالع من حزمتين النعناع قليل جدا، كل فايدة النعناع نزلت في الشربات. هنزل بقى عليه بشعر رشة كده صغيرة ملح ليمون. هو طبعا السيرب فيه ليمون بس أنا حطيت رشة كده كمادة حافظة برضو. معلقة كبيرة زيت نعناع ولون أخضر، وهنقلب اللون الأخضر. معلش بقى المسحراتي هو تسمعوا معانا بقى. أنا بسجل الفيديو والمسحراتي شغال. بس فبتحطي اللون على قد الكمية اللي انت عايزاها وتقلبي لغاية درجة اللون اللي تعجبك. كل سنة وانتم طيبين وبصحة وسلامة يا رب، وربنا يعود عليكم الأيام بخير. تتسحروا معانا بقى. وبعد ما هنعمله نظبط درجة اللون. هنيجي عندنا بقى نجيب ازازة نظيفة معقمة في الميكرويف او حطيناها في مية مغلية ونسيبها تنشف ايا كان، ونحط ونصب فيها العصير بتاعنا. شايفين لونه حلو ازاي؟ ومركز، وهنستخدم منه كمية قليلة جدا في المرة. يعني هتشوفوا دلوقتي لما نعمله، يعني الكمية دي هتقعد معانا فترة كويسة جدا. حطيت شريحة ليمون كده تدي طعم وشكل، ونزلت بعصير الليمون. ممكن بقى نص عصير ليمون ونص 7، ممكن كله 7 مع شرايح ليمون بس، زي ما انتوا عايزين. بس انا بصراحة ما كانش عندي 7 فعملنا عصير ليمون. وهننزل بشراب النعناع. مش عايزة اقول لكم طعمه فظيع، الطعم وهم حلو جدا. وفي الصيف بقى مع المكعبات التلج بيبقى حاجة رائعة يعني. ان شاء الله بقى المرة الجاية اعمله لكم بالسفن ومكعبات التلج. ده شكل عصير الليمون بالنعناع بتاعنا، والطعم حلو جدا والريحة فظيعة. يا ريت تجربوه وان شاء الله هيعجبكم. كل سنة وانتم طيبين وبصحة وسلامة، وربنا يعود علينا جميعا الأيام بالخير يا رب. يا ريت لو عجبكم ما تنسونيش في اللايك والشير وكومنت حلو منكم بيفرحني وبيسعدني. ويا ريت اللي ما اشتركش في القناة يشرفني بالاشتراك في قناتي. وكل سنة وانتم طيبين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.